السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة بيوتي. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم خبيزات ديال الدار بدقيق القمح او دقيق الكامل اللي كيجيو غزالين بزاف، كيجيو بنان، كيشهوا، كيوجدوا دغيا بدون مجهود بدون دليك. كيما شفتوا غير المنظر ديالهم كيجيو غزالين، ومن هذا الشيء كامل صحيين وما مكلفينش بزاف. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه، واللي راه جديد معايا في القناه ما ينساش يضغط على سبسكرايب لاسيلو كل جديد، واللي معايا في القناه متبعني كنقول لك شكرا لك بزاف ومرحبا بك في كل فيديو حطيته. وما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاحباب، وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. عندي هنا 3 ديال الزليف ديال دقيق القمح او دقيق الكامل اللي انا عندي مغربلاه من قبل، مع زلافه ونص ديال دقيق الفورس او دقيق الابيض حتى هو مغربل. كتبقى الكميه اختياريه. عندي 2 معالق ديال الخميره فوريه او الخميره حبوب، كتبقى على حسب الجو. عندي 2 معالق ديال زيت نباتيه او زيت العود، مع واحد الرشه من الملح، معلقه كبيره ديال السكر سنيده او السكر الخشن، والماء الدافي للعجينه. هنا العجينه كما قلت لكم راه عادي بحال الشكل ديال المخمر او الشكل ديال الخبز اللي كنضيفو في الفران. هنا غادي نزيدو على غير زيت العود والسكر سنيده. كما شفتوا ضفت 2 معالق ديال السكر سنيده، 2 معالق ديال الخميره حبوب او خميره معجونه، كتبقى على حسب الجو، مع 2 معالق ديال الزيت. خليت معلقه حتى الاخر ونجمع بها، ونضيف هنا الملح اللي كتبقى على حسب الذوق. صافي وغادي نجمع بالماء دافي، ما يكونش سخون بزاف باش الا كان الماء سخون بزاف فايت سخون بزاف راه ما غاديش تخمر لكم العجينه. صافي هنا كنجمع العجينه عادي، وانا كنزيد في الماء بشويه بشويه حتى نحصل على هذيك العجينه اللي انا بغيت. هنا العجينه غنخلوها شويه جاريه حيت هاد دقيق القمح راه كيشرب الماء، وكتبقى الكميه اختياريه. انا هاد الكميه ديال الدقيق اللي عطيتكم راه خرجت ليا انا 12 الخبيزه، خبيزات هما صغار. هنا راه كمل ليا الماء وزدت الماء. المهم انا غادي نبقى نجمع حتى تجمع ليا العجينه، وانا كنزيد غير بشويه بشويه، ما نزيدوش دقه واحده باش ما تجراش لينا. صافي هنا راني جمعت العجينه كما شفتوا على هذا الشكل، ما غاديش نزيدها الماء. صافي انا كنجمع غير بيد وحده، وانا كنجمع في الجوانب ديال القصريه وكنجمع في العجينه بهذه الطريقه، راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. المهم كيبقى كميه ديال الماء عندكم ميزانكم، غير خلوها شويه رطبه كما شفتوا باش حيت هذا الدقيق راه هو كيشرب. صافي هنا من بعد ما جمعتها هذيك المعلقه ديال الزيت العود اللي بقات ليا هي اللي غادي نجمع بها هاد العجينه، دهنت بها الوجه ديالها. صافي هنا غادي نجمعها، غادي نغطيها بواحد البلاستيكه. هنا غطيتها بلاستيكه، غادي نغطيها بواحد الزيف اللي يكون سخون، وغادي نخليها تخمر ليا عادي بحال الشكل ديال اي عجينه. خليها شي نص ساعه او ساعه كتبقى على حسب الجو. صافي هنا خليتها ساعه ديال المكانه اللي خدات ليا. من بعد ما خمرات وضاعف ليا الحجم ديالها على هذا الشكل. شنو غادي نحتاج هنا في التزيين، او شنو غنحتاج باش غادي نقرص هذا الخبز، كيبقى لكم الاختيار. انا كان متوفر عندي هذا الشيء، بغيت نوع شويه الخبز. عندي هنا الجلجلان، وعندي
الشوفان، رقائق الشوفان، عندي الحبه السوداء او حبه البركه، وعندي الدقيق داك النخاله ديال دقيق القمح ديك اللي كتكون مغربله منه، والماء باش غادي نقطع هاد العجينه. هنا ما تقرصوش بالدقيق، انا قرصت بهادي. نوعت هكا الخبيزات، كل واحد كيبقى الاختيار، تقدروا تضيفوا الجلجلان، تقدروا تضيفوا غير دقيق القمح حتى هو راه كيجي زوين بزاف. السميده كل واحد والاختيار ديالو. صافي غادي نقطع خبيزات صغار، يكونوا صغير، كل واحد وكيفاش كيبغيهم. تقدروا تقطعوهم صغار وتقدروا تقطعوهم حتى كبار. انا كيعجبوني يكونوا صغار، كيجوا في المنظر احسن، كيجوا زوينين. كنوعوا الخبز ماشي ديما كبير. صافي غادي ندير هكا الخبيزه من بعد ما رطبتها بالماء، غادي نحطها في الشوفان، وغادي نحطها في اللاطه او الصينيه تاع الفرن، دهنتها بشويه ديال الزيت، ولا تفرشوا فيها الورق ديال الفرن. صافي غادي نقطع العجينه بالماء، كنقطع بالماء باش ما تلصقش ليا، وكنرطبها عاوتاني بالماء بهذا الشكل. وغادي نضيف الثانيه في الزلجلان، وغادي نحط في اللاطه او في الصينيه ديال الفرن. راه كيجيو غزالين حتى الزلجلان، كيجي فيهم واحد البنه، كيجيو فنين بالزلجلان، كيجيو بنانين غزالين. انا راه ما بقاتش فيهم شي حاجه تكلاو، بالاخص كيكونوا سخان. وتقدروا تحتفظوا بهم حتى في الكونجلي، راه الا درتو كميه كبيره راه نهائيا ما كيخسروا، ما كطرى ليهم حتى شي حاجه. هنا ها هي الكويره الثالثه، درتها في هذاك النخاله ديال دقيق القمح، حتى هي كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه، هذيك اللي كنقرصوا بها الخبز دائما. صافي. والرابعه غادي نضيفها في الحبه السوداء او حبه البركه. صافي. وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي هاد الكويرات ديالي كاملين، كل وحده نضيفها في وحده في الزلجلان، وحده في دقيق القمح، وحده في الحبه السوداء، حتى نكمل هاد العجينه ديالي كامله حتى الاخر. صافي. هنا من بعد ما ساليت هذيك العجينه ديالي كامله كيما شفتوا، هنا قرصت، خليتهم ما طلقوا ما حتى شي حاجه، غير من بعد ما ساليت وعمرت اللاطه كنقرصهم هكا غير شويه، كنضغط عليهم بيدي ماشي بزاف، غير شويه. كاين اللي ما كيقرصهمش، كاين كيخليهم هكا كيجيو شويه غلط، كيجيو بحال الشكل ديال الكرواسه. انا ما كيعجبونيش، كيعجبوني يكونوا شويه رقاق باش يجونا مقرمشين. كاين اللي ما كيقرصهمش كيخليهم هكاك، وكل واحد والاختيار ديالو. انا راه هاد اللاطه شوفوا جاو فيها 8، وواحد اللاطه اخرى درت فيها 3. صافي. هنا غادي نقرصهم وغادي نخليهم يخمروا واحد 10 دقائق او 5 دقائق، المهم على حسب الجو. غطيتهم خليتهم واحد 10 دقائق يخمروا، ومن بعد غادي نضيفهم في الفران يطيبوا عادي بحال اي خبز. شعلت ليهم لتحت حتى طابوليه، وشعلت ليهم الفوق تحمروا كيما شفتوا. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو غزالين بزاف، كيجيو بنان، كيجيو مقرمشين من الفوق ورطبين من الداخل في نفس الوقت. راه غادي نحل معكم وحده وتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو محمرين من الفوق، محمرين من التحت، كيجيو بنان بداك الشوفان، بالزلجلان، بدقيق القمح، بالحبه السوداء او حبه البركه. هنا راه مازال سخانين مع واحد الكوس تاع اتاي وزيت العود في الصباح. يا سلام، شي حاجه ما كاينش ما احسن منها، وكيبقاو صحيين صحيين 100% حسن من مخمر او خبز الاخر. وهكا نوعوا
الخبيزات ديالنا كيما شفتوا كيجيو على هذا الشكل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه، وتضغطوا على سبسكرايب ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.